مرحبا بكم متابعينا. انتهى قبل قليل نهائي السباق 800 متر رجال بمشاركة العداء الجزائري البطل جمال الزجاتي. العداء جمال الزجاتي احتل المركز الثالث، وبهذا فإنه يفوز بالميدالية البرونزية، وهنا ترتفع حصيلة الجزائر إلى ميداليتين ذهبيتين من إهداء كيليان مور وإيمان خليف، إضافة إلى ميدالية برونزية من إهداء العداء الجزائري البطل جمال الزجاتي. في نهاية السباق ظهر تأثر العداء جمال الزجاتي وعدم رضاه بهذه النتيجة، لأنه كان يتمنى أن يفرح الجزائريين ويهديهم ميدالية ذهبية ثالثة في هذا الأولمبياد. ولكن ما نقوله لبطلنا جمال الزجاتي، فأنت مشكور على هذه النتيجة والتي نعتبرها إنجاز بالنسبة لبلدنا الجزائر، لأن المشاركة الجزائرية تمكنت من تحقيق ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية من إهدائك أيها البطل، وهذا يعتبر نتائج إيجابية بالنسبة للجزائر للمشاركة في هذه الألعاب الأولمبية باريس 2024، ونتمنى لك التوفيق في مشوارك القادم بإذن الله.